بسم الله الرحمن الرحيم. متابعي الكرام، اليوم غادي نتحدثوا عن واحد التدوينة اللي دارتها واحد الإعلامية أردنية من أصل فلسطيني، واللي هي منتهى الرمحي، واللي عرفت واحد رد فعل ديال واحد الإعلامية جزائرية معروفة اللي هي خديجة بن قنا أو خديجة بن قنا. فمنتهى الرمحي الإعلامية الأردنية الكبيرة والشهيرة ذات الأصل الفلسطيني، التي عانت عائلتها وعانت هي الأمرين مع جيش الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين، واللي سبق لها يعني عندها مسار إعلامي كبير واستجوبات مجموعة من المشاهير في السياسة وفي الفن وفي الاقتصاد. كانت كتبات واحد التدوينة اللي كتبات فيها أحيانا يخطر على بالك أن تقول شيء بلا مناسبة. أنا جاء على بالي أقول الصحراء الغربية مغربية. هنا ردت عليها واحد الإعلامية ديال قناة الجزيرة المدعوة خديجة بن قنا. خديجة بن قنا في رأيي تصلح أن تكون اللي كتصلح أنها تكون مغنية، وأنا ما كنحتقرش المغنيين، ولكن يقومون أحيانا ما لا يفعلون، لأن الأهم فقط هو تنشيط الناس وجعلهم يعيشون في أجواء ممتازة. فهاد خديجة بن قنا أو بن قنا اللي كتعمل في قناة الجزيرة، واللي كان المسار ديالها في معهد الإعلام بجامعة الجزائر من قسم الإذاعة والتلفازة، والتحقت بعد ذلك بفرنسا اللي كتشبت بها خديجة بن قنا، وكتشبت بالعادات ديالها، وكتشبت تا بالقصص ديالها الغرامية في المعهد ديال لوفر لتكوين الصحفيين المحترفين في باريس. خديجة بن قنا اللي ردات على الصحفية الأردنية من خلال واحد التدوينة اللي أشارت، يعني نشرت واحد الصورة وأشارت فيها إلى لقاء النقب، يعني أنها تتحدث عن المطبعين وعن المتصهينين، ناسية نفسها أنها زارت إسرائيل أكثر من 8 مرات، وزارت مدن إسرائيلية كثيرة، ماشي في إطار العمل ولكن في إطار السياحة، ومن بينهم يافا وتل أبيب، وزارت أيضا القدس، ودخلت المسجد الأقصى، ووقفات أيضا عند حائط المبكى، ما ينعتونه بحائط المبكى، كما أنها زارت الكنيسة الإسرائيلي، وكل شيء هذا في إطار السياحة وليس في إطار العمل. وكل هاد الزيارات اللي قلت هي بواحد الجواز سفر إسرائيلي ومختوم في أمها فرنسا. فخديجة بن قنا إخوانية الموضوعة من قبل الإخوان بقناة الجزيرة القطرية، هي أيضا خادمة مطيعة للعسكر الجزائري، وتتلون كحرباء، فتارة هي مع النظام وتارة مع الثورة،
ولكن لما حلمت بأن تدخل للجزائر وتحلم بأن يكون لها منصب كبير في دولة الجزائر الشقيقة، تتلون بتلوينات مختلفة لتنحاز إلى النظام الجزائري على حساب المقهورين من أبناء الشعب الجزائري. خديجة بن جنة التي نؤخذها اليوم على زيارتها المتكررة لإسرائيل ولكن في شكل تنكري، بحال واحد الشخص اللي غادي يضرق وجهه باش أنه يدخل لواحد حفلة تنكرية. ومعروف على خديجة بن جنة أنها اشتغلت في شبهة تامة لدى نزوات مجموعة من فاسدي دول عربية يعني معروفين، ومن أشهرهم كاين القرضاوي، واللي كانت هي السبب في التيسير ديال اللقاء ديالو بأسماء الفتاة الجزائرية الصغيرة السن. والهدف ديال خديجة بن جنة كان دائما أنها تجمع الأموال وتحقق الأهداف ديالها الحياتية الدنيوية على حساب تطلعات الشعب الجزائري وعلى حساب تطلعات الشعوب العربية، وأيضا على حساب الرقعة من الثوب التي تضعها على رأسها. هي لا تخجل أن تتعرى افتراضيا أمام العرب أو حتى الإسرائيليين، فهي تبتسم في ابتسامة تحيل على عري فاضح أمام لوحة إسرائيلية تؤكد يهودية مدينة يافا. كذلك صورها مع شارون اللي زارته مرات متعددة، وزارته في البيت ديالو وغادي يرجع من البيت ديالو. غادي يرجع لهذه القصة ديال الزيارة ديال خديجة بن جنة لبيت شارون وأخذها صور معه وصور مع عائلته. فهي دائما هاد خديجة بن جنة كانت تبعث الفتن في كل الاتجاهات، تغريس رأسها في الرمل، ولكن المؤخرة ديالها عارية، يعني أنها تختبئ برأسها داخل الرمل وتعري مؤخرتها للعموم. فهي حين تتحدث عن زيارة ولي عهد المملكة العربية السعودية لإسرائيل من خلال وحدة تدوينة نقلتها من وكالة الأنباء الفرنسية، تحس وهي المعروفة يعني بفرنسا بأعمالها الشنيعة كأنها تصنع الحدث. فلماذا يعني لم تكتب من قبل عن زيارتها لبيت شارون كما قلت؟ فهي ناسية بأن هاد الناس هادو اللي داروا التطبيع إنما طبعوا مع إسرائيل أو ربطوا علاقات مع إسرائيل ودافعوا عن القضية الفلسطينية من خلال لقاءاتهم مع إسرائيل. ثانيا أنهم ربطوا علاقات مع إسرائيل في العلن وليس في السر. لنعطي نموذج المغرب. في المغرب مثلا هو لا يربط علاقة مع إسرائيل ولكن يربط علاقة مع أكثر من 1.5 مليون مغربي، هم مواطنين مغاربة يحملون الجنسية المغربية التي لا تسقط، وهاجروا إلى إسرائيل ولا جانت لهم الجنسية المغربية ومتشبتين بمغربيتهم، وتربطهم بعاهل البلاد بيعة. والبيعة في الإسلام معروف حكمها ومعروف حكم أن من لا بيعة له، فهم كالمغاربة جميعا تربطهم بآل بيت
الذين يوجدون على رأس حكم في المغرب، يعني علويين في المغرب أو من خلال الملك محمد السادس، المغاربة كلهم تربطهم بالأسرة العلوية وبملك البلاد بيعة. وهؤلاء اليهود هم مغاربة هاجروا إلى إسرائيل، ومن طبيعة الحال فالبيعة البيعة تقتضي بأن نرتبط معهم في علاقة، على خلاف خديجة بن قنة التي زارت بيت شارون وعائلته مرات متعددة، وتناولت معهم أكثر من ذلك وجبة المساء ببيته. لماذا لا تتحدث بن قنة عن زيارتها لشارون أثناء مرضه أيضا، وعيادتها لأسرته، كل ذلك سرا وبجواز سفر فرنسي، وختم بتل أبيب على الأقل، لأن العرب يطبعون مع إسرائيل كما قلت جهرا، بعد أن طبع الفلسطينيين أيضا مع الإسرائيليين. ومعروف العلاقات التي تربط بين الرئاسة أو بين دولة فلسطين وإسرائيل، فهم لهم اتفاقات أمنية، لهم مجموعة من الاتفاقيات اقتصادية اجتماعية، مجموعة من القطاعات المالية الفلسطينية. يعني هناك مجموعة من الأشياء، مجموعة من العلاقات، حتى وإن كنا متشبتين بالقدس عاصمة أبدية لفلسطين، ومتشبتين بعودة اللاجئين، ومتشبتين بعروبة فلسطين، ومتشبتين بالقضية فلسطينية نحن كمغاربة، ولا غرو في ذلك. فأثناء القمة العربية كلمة السيد محمود عباس التي سأعود لها في شريط لاحق، لما تحدث عن دور المغرب، أكثر من ذلك تحدث عن دور المغرب في القضية الجزائرية، وأن اللجنة التي كانت تدعم نضال الشعب الجزائري تحولت مباشرة بعد نيل الجزائر لاستقلالها إلى لجنة تناصر القضية الفلسطينية، وتحدث عن دور المغرب. فلماذا أهل البيت يتحدثون عن دور المغرب؟ أهل البيت يتحدثون عن دور، يعني أقصد أهل البيت الفلسطيني يتحدثون عن دور المغرب، يتحدثون عن الدور السعودي الكبير، يتحدثون عن الدور الكبير الذي تقوم به الإمارات العربية المتحدة. إن كانت لك الشجاعة سيدتي، وما أظن أن الشجاعة لديك لأنك قد تخافين على منصبك بقناة الجزيرة أو غير ذلك، فتحدثي عن التطبيع القطري. فقطر طبعت مع إسرائيل، ونحن لا نلومها كمغاربة، طبعت مع إسرائيل قبل التطبيع مجموعة من الدول. فلماذا لا تتحدثين؟ إن كانت لديك الشجاعة تناولي موضوع التطبيع القطري الإسرائيلي، يعني أنه ممكن. أما مجموعة من آرائك وفتاويك الإخوانية الإيرانية التي لا غلاف لها، يعني أجدها مغلفة بثوب إيراني، أجدها مغلفة بثوب آخر، أجدها مغلفة بثوب الحقد والكراهية، يعني لماذا لا تتحدثين عن التطبيع مثلا التركي مع إسرائيل؟ لماذا لا تتحدثين عن موقف حماس قريبة منك جدا، موقفها من التطبيع التركي؟ أشكركم، وإلى اللقاء في حلقة جديدة وموضوع جديد.